رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هقدم لكم وصفة حلوة جدا جدا. الوصفة بديلة للصبغة. احنا كلنا بنبقى عايزين نصبغ شعرنا، بس بنبقى خايفين من الامونيا والاكسجين والحاجات اللي بتبوظ شعرنا. ايه رأيكم لو غذينا شعرنا وطولناه وتقلناه وفي نفس الوقت عملنا صبغة طبيعية لشعرنا بمكونات طبيعية وكلها من العطار وحاجات كمان هتفيد شعرنا وهتغذيه؟ هنبدأ نعمل الوصفة بتاعتنا. هنعمل لونين للصبغة، هنعمل لون بني وهنعمل لون احمر او نبيتي. الصبغة هعملها بايه؟ هعملها بالحنة الطبيعية. طبعا انتوا عارفين ان الحنة دي بتبقى حاجة ناتشرال وحاجة بيور وحاجة خالية من اي كيميكالز، وهي كمان مخصصة ملهاش اي فوائد ولا اي حاجة غير للشعر، فشور هتبقى احلى حاجة واجمل حاجة للشعر. هنحتاج الوان طعام لون بني ولون احمر، وهنحتاج الحنة بتاعتنا. دي الوان بتتباع من عند العطار عادي جدا، لون اسمه الوان طعام احمر بودر والوان طعام بني بودر برضو. لازم تكوني لابسه جلوفز وانتي بتعملي الخطوه دي عشان احنا بقى ما نعالجش حاجه ونبوظ حاجه. ده اللون الاحمر عايزه اوريهولكم. هاخد منه نص معلقه كده على طرف المعلقه شويه كده، هيكون بالشكل ده، وابدا ان انا ادوبه في ميه. شايفين لونه هيكون عامل ازاي؟ عايزه كمان اوريلكم اللون البني، هاخد منه شويه كده. بصوا بقى، دي الحنة الطبيعية، دي مش اي حنة. الحنة دي انا خلط عليها اعشاب كتير عشان تغذي الشعر. اختيارك للحنة مهم جدا جدا، يعني ما تروحيش تجيبي لي حنة واكتشف في الاخر ان هي فيها امونيا او فيها اي اضافات. انا مش عايزة اي اضافات غير اعشاب طبيعية. دي حنة مدعمة بالاعشاب الطبيعية، فيها اعشاب كتير، فيها عشب الشكاكي، حاطة فيها نبات السدر، حاطة فيها حاجات كتير تغذي فروة الراس. وكمان نوع الحنة نوع حلو ومش اي نوع، لان نوع الحنة ده بيفرق جدا جدا في الوصفة وتغذية الشعر كمان. هنبدأ ان احنا ناخد الحنة، هنبدأ ان احنا بصوا خضار الحنة ولونها. نبدأ بقى ان احنا ناخد كده معلقتين ولا حاجة. مثلا لو انت هتعملي القصة بس بتاعتك، تبدأي ان انت تاخدي معلقتين كده، وتبدأي بقى ان انت تكملي بمية كده، ونبدأ نقلب. الحنة ما تبقاش ولا سايلة قوي ولا تبقى ماسكة قوي عشان نعرف نفردها على شعرنا. بصوا هو ده ملمس الحنة وسمك الحنة بيكون بالشكل ده. هنبدأ بقى ان احنا نخلط كده، نعملهم زي ميكس. طبعا كل البنات بتدوخ على الحنة البني ومتعقدين ان الحنة بيبقى لونها اورنج، لونها مش حلو، مش عاجبهم. اللون البني ده حلو جدا جدا وكمان للشيب والشعر. في بقى حاجة مهمة جدا انا حابة ان انا اقولها للبنات. كلنا بنزهق ان الحنة بتقعد كتير على شعرنا. ايه رأيكم لو انا قعدت لكم الحنة نص ساعة او 3/4 ساعة، وكمان هعمل حاجة تفرد شعركم وتطهر فروة الراس. كلنا طبعا عارفين الطمي المغربي او الطين المغربي. الطمي المغربي انا بجيبه بيكون بودر كده، وببدأ ان انا على اي واحدة منهم اللي انا هعملها اللون اللي انا هعمله، ابدأ ان انا احطها كده على الحنة. دي بتخلي الحنة ما تاخدش وقت خالص على شعري، بتخلي الحنة تقعد بس نص ساعة او 3/4 ساعة بس. وبكده عملنا صبغة طبيعية مغذية للشعر، بتطول شعرنا، بتنعمه، بتكثفه، تساقط الشعر، بتغطي الشيب. حلوة جدا جدا، مفيدة جدا جدا. وما تنسوش اهم حاجة في الوصفة دي كلها، اختيارك لنوع الحنة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي في الكومنت ايه رأيكم في الفيديو، ايه اللي تحبوا الوصفات اللي اعملها لكم بعد كده. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتيرة قوي. باي باي.